الالاف ديال الاعلانات اللي طلقنا لراسنا والكليان ديالنا في الفيسبوك ادز عبر السنوات اكتشفنا بزاف ديال الامور اللي غنبارطاجي معكم في هذه السلسله. يلا نبداو. فاول حاجه خاص تفهمها هي كيفاش كيخدم الالغوريثم او الخوارزميه ديال الفيسبوك ادز. رحمه الله على العالم الرياضيات المسلم الخوارزمي اللي هو اول واحد اسس شي حاجه سميتها الخوارزميات. كما قلت في الاول ديال الفيديو، الفيسبوك راه ماشي غير منصه ديال الاعلانات، راه آلة عملاقه ونظام ذكاء اصطناعي كيدور بالكامل غير على البيانات. الاغلبيه ديال المعلنين كيشوفوا فيسبوك بحال بلاصه باش يديروا الاعلانات فقط، ولكن هذا التفكير غلط بزاف، وهذا هو السبب علاش بزاف كيصدقوا في النهايه خاسرين الفلوس بلا فايده. الهدف الاساسي ديال الفيسبوك هو يخلي الناس داخل المنصه متفاعلين اطول مده ممكنه، حيت هكا باش كيضمن ان كل مستعمل كيشوف اكبر عدد من الاعلانات. فاذا كان الاعلان ديالك كيساعد في بقاء الناس في المنصه اطول مده ممكنه، ففيسبوك غادي يكافئك بواحد الكوست اللي هو قليل وواحد الريتش او وصول اكبر. اذا السؤال اللي خاصك تسولو هو كيفاش نقدر نخلي الذكاء الاصطناعي ديال الفيسبوك يعجبوه الاعلانات ديالي وينشرهم اكثر واكثر.